النهارده هنتكلم عن التحاليل الخاصه بصحه المرأة. ايه هي مجموعه التحاليل اللي احنا بنعملها علشان نطمن على السيدات؟ بنعمل طبعا صوره الدم او عد الدم اللي هو CBC، بنعمل مخزون الحديد الفيريتين، وبنعمل الغده الدرقيه نطمن عليها، وفيتامين د. دول مجموعه كده شامله نقدر نطمن على اداء الجسم او الوظائف بالنسبه للسيده، وخصوصا بعد سن ال 35 او ال 40. لو النسبه كويسه والوضع طبيعي ده بيبقى كويس جدا، لان ده مؤشر ان صحتها كويسه. في اي مشكله او خلل او نقص بنضطر نذهب للطبيب، وطبعا هو بينصحنا بالمشكله ويقدر يحددها ويكتب لنا الفيتامينات الخاصه. اهم المشاكل اللي بتبقى دايما عند كل السيدات نقص الفيريتين اللي هو نقص مخزون الحديد، نقص الهيموجلوبين، نقص فيتامين د، لان احنا مش بنهتم بالاكل قوي او مش بنهتم ان احنا ناخد فيتامينات، ومش بناخد بالنا ايه الحاجات، يعني اليوم بتاعنا مش بيبقى على قدر الامكان من الصحه، فبيبقى عندنا نقص في حاجات كتير. النقص ده بنقدر نشوفه من خلال التحليل، والدكتور بيكتب لنا الفيتامينات المناسبه لكل حاجه. كل سيده المفروض من 4 شهور ل6 شهور تطمن على المجموعه دي للاطمئنان على الصحه.